السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من جديد بفيديو على قناة رانيا تيوب من غزة. تابعوا معنا الوصفة للنهاية وما تنسوا الاشتراك في الفيديو والتعليق لحتى يصل لأكبر عدد. صلوا على النبي معنا وتعالوا نفرجيكم شو وصفتنا لليوم. عبارة عن بندورة وكساية وبطاطا وبتنجان وفلفل أخضر وبصل أخضر. اللهم صل على سيدنا محمد. الآن راح نفرم الكساية والبطاطا والبتنجان والبندورة وراح نقليهم قلي. طبعا معروف الأسعار غالية كتير بالسوق. البندورة غالية، الكيلو ب50 شيكل، والبطاطا غالية، والكساية غالية، والبتنجان غالي، وأخيرا راح ناكلهم مقالي. تابعوا معنا الوصفة وما تنسوا الاشتراك بالقناة. اللهم صل على سيدنا محمد. راح نقطع البصل زي ما انتم شايفين معانا. راح نبلش بالبصل نقطعه ونفرمه صغير صغير. صلوا على النبي يا جماعة وما تنسوا التعليق على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والآن راح نقطع الفلفل الأخضر. اذكروا الله يا جماعة وصلوا على النبي. اذكروا الله يا جماعة وصلوا على النبي وما تنسوا الاشتراك في القناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلصنا من تقطيع الفلفل. الآن راح ننتقل لتقشير الكساية. زي ما انتم شايفين راح نقشر الكساية، بعد هيك راح نقطعها أصابع، راح نعملها مثل البطاطس. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وراح تعجبكم الوصفة بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شاهدوا الفيديو يا جماعة لنهاية الفيديو حتى نقدر نحصل على الربح، نحقق الربح على القناة. أتمنى ما تملوا من فيديوهات أهل غزة، لأنه كل واحد فتح قناة في الحرب فتحها كمصدر رزق لعائلته. فادعموا كل القنوات الغزاوية سواء أنا أو غيري أو غيراتي، لأنه للأمانة الوضع صعب كتير في غزة، فهم فتحوها كمصدر رزق لإلهم ودخل للعائلة. زي ما انتم شايفين قطعنا البطاطا وفرمناها أصابع. صلوا على النبي وما تنسوا ذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تابعوا معنا الفيديو للنهاية يا جماعة ما تملوا. زي ما انتم شايفين قطعناها وفرمناها. الآن راح نعملهم بالطول زي ما انتم شايفين. صلوا على النبي. تقريبا هيك خلصنا من البطاطا والكساية. الآن راح ننتقل على البندورة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين كيف خلصنا وفرمناهم. فرمنا البطاطا أصابع والكساية بالطول زي ما انتم شايفين. والآن راح ننتقل للبندورة. زي ما انتم شايفين حبة البندورة دايبة وتعبانة بسبب انه السعر غالي، فاحنا جبنا بندورة اقتصادية سعرها بسيط يعني. اما الحبة اللي مرتبة الكبيرة اللي ما فيها ولا لطعة ولا اشي فبتكون سعرها غالي. الكيلو ب50 شيكل واحنا مش مقدرتنا على 50. الحمد لله. فجبنا بندورة زي ما انتم شايفين تمشي الحال، اكلة وداحلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تابعوا معنا الفيديو للنهاية حتى نقدر نحقق الربح على القناة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما انتم شايفين خلصنا من طبق البصل وخلصنا من طبق البندورة وخلصنا من طبق الكساية والبطاطا زي ما انتم شايفين. طبعا هادي ما أقولكم سعرهم قديش، سعرهم خيالي. انتم بتشوفوهم أشياء بسيطة ولكن السعر عنا مش بسيط خالص بغزة. وهيك راح نولع النار حتى نقليهم معاكم. تابعوا الفيديو للنهاية وما تملوا من الفيديو. ما تنسوا التعليق واللايك يا جماعة على الفيديو حتى يصل لأكبر عدد. وإذا أنتم أول مرة تشاهدوا قناتي فوتوا على باقي الفيديوهات وشاهدوها وراح تعجبكم بإذن الله. زي ما أنتم شايفين غلبت النار. إن شاء الله بتتوفر الغاز ما بنتغلب، لأنه النار كتير متعبة ومزعجة. وهيك حطينا الصاج راح نحميه. بعد هيك نضع السيرج. لا تنسوا ذكر الله. وهيك احنا وضعنا السيرج على النار زي ما انتم شايفين. حاطين كمية قليلة بسبب انه كمان السيرج غالي، فلازم نكون اقتصاديين شوية. راح نبلش في قلاية الكساية اول مرحلة. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وراح يعجبكم بإذن الله.
طبعا الوالد اللي بيشتغل وبيعمل الأكل، بسبب انه احنا اصلا ما بنعرف نقعد على النار، فيا امي يا ابويا يعني. ربنا يعطيهم الصحة يا رب. ما تنسوا التعليق على الفيديو والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين كيف؟ الآن راح نقلي المقالي ونضعهم بالصحون وراح ناكلهم. طبعا مش هنتطلع فيهم. طبعا والدي اللي قاعد بطبخ معاكم يا جماعة. إذا كنتم زرتم صفحة أبو إبراهيم من غزة فهو بكون والدي، ربنا يطول بعمره يا رب. هو اللي بيطبخ لنا، وامي طبعا كمان بتساعده واحنا بنساعده، بس احنا بنعرفش نقعد على النار. طبعا ان شاء الله بتوفر الغاز بنصير احنا نعمل الاكل. شوفوا ما شاء الله كيف لسه ما استوى، بس يعني اخد هيك لون خفيف. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا المقالي بدها نار حامية لحتى ما تشرب سيرج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا تنسوا ذكر الله يا جماعة، كتير كتير مهم بحياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا الله. طبعا الآن راح نطلع المستوي، ومش كله استوى ولكن في كم من حاجة استوت زي ما انتم شايفين. صلوا على النبي وتابعوا معنا الفيديو للنهاية. تقريبا هيك خلصنا من مرحلة البتنجان والبطاطا والكساية، وصبينا كاسة الشاي وبعدها ميلت على اختي، لقيتها قاعدة بتعمل حلا وفتت وشاركتها بالحلا. زي ما انتم شايفين لقيتها بتحمر شعرية، مش عارفة شو هو الحلا حيكون، فتابعوا معنا الفيديو وشوفوا شو راح يكون الحلا. هي عاملاه ومش فاهمة ايش حتعمل، ولكن هي قدرت توفر شعرية فحبت تعمل فيها حلا. طبعا عندها صغار كتير، عندها بيبيهات، فبحبوا يحلوا وبحبوا ياكلوا، يعني ما في حاجات، والحاجات غالية بالسوق، فحبت تعمل لهم حلا خفيف سريع. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وشوفوا شو راح نعمل بالشعرية. صلوا على النبي وما تنسوا التعليق على الفيديو لحتى يطلع لأكبر عدد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهذا مش عارفة من وين جايباه، من وين سرقاه اختي. المهم انه عندها فستق من قدها، هذا من المخزون اللي عندها. طبعا يعني الاشياء هاي غالية كتير بالسوق لو كانت متوفرة، فما شاء الله عندها فستق اختي. زي ما انتم شايفين طبعا الشعرية بتاخد وقت على النار لما تتحمر، راح نحمرها وبعد هيك نشوف شو راح تعمل بالفستق والشعرية. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وبإذن الله راح يعجبكم. إنها المخدرات يا سادة. طبعا هذا يعتبر مخدرات في البلد في غزة. ليش؟ بسبب إنه سعره غالي ومش متوفر. زي ما انتم شايفين حنضلنا نقلب قلب 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 لحد ما يتحمر لون الشعرية وتصير على حسب ما بدنا. طبعا لازم يكون لونها أشقر، بس شقر على غماقة بشوية. صلوا على النبي وما تنسوا ذكر الله يا جماعة. شوفوا النار ما شاء الله، أختي معلمة بتوليع النار. خبرة صرنا خبرة والله، بس أنا طبعا لسه ما وصلتش لهذا الخبرة. زي ما انتم شايفين راح نقلب الفستق اللي فرجناكم اياه. تابعوا معنا الفيديو للنهاية ونشوف شو راح تعمل. حطت سيرج لحتى تقلب الفستق. اوه غنية بتدير سيرج. اجيت بوقت الصح انا عليها على فكرة. واخيرا حنحلي يا جماعة. طبعا احنا بنعمل حليات بسيطة بالبيت، بالخيمة اقصد، سوري، ولكن بدون سكر، بدون اي مكونات مكلفة. فاختي شكلها بدها تكلف الحلا. زي ما انتم شايفين شعرية وفستق، ولسه ما وصلنا للنهاية شو راح يكون الحلا. هي ما حكت لي ولكن قالت لي مفاجأة. خليكم معنا وشوفوا شو راح تعمل. وهينا قاعدين بنقلب بالفستق ونشوف ايش حتطلع هي طبق الحلا اللي راح تعمله. صلوا على النبي وما تنسوا التعليق على الفيديو. إذا عجبتكم وصفة الحلا أو المقالي فعلقوا على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هاي جابت الشاف، الله العليم وين بدها تطحنه وإيش بدها تعمل فيه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا لحتى الان معرفتش شو سر الحلا، فيلا خليكم معانا وشوفوا شو راح تعمل. شايفين خيمتها ما شاء الله. طبعا اختي نزحت عنا وعملت خيمتها مثل قريب من البيت، فيكم تقولوا مثل البيت يعني، لانه جابت مفاتيح وجابت ابواب شقتها. هي طبعا برجها نازل، ولكن استصلحت منه كم من حاجة فجبتهم معها، ولا انهم يروحوا لانهم حاليا هم مخليين حمد. فاخذت الابواب واخذت الاشياء وزبطت خيمتها والله، وبس كلفتها. خلينا نرجع لموضوعنا. زي ما انتم شايفين هينا بنكمل بالحلا، حطت حليب وحطت سكر، والآن راح تحط كمان سيرج. حضرت كاسة السيرج. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وعلقوا على الفيديو لحتى يصل لأكبر عدد. خلينا نشوف شو راح تطلع بالنهاية. صلوا على النبي يا جماعة وزدوا الصلاة صلاتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تابعوا معنا الفيديو للنهاية. الآن راح نحط السيرج زي ما انتم شايفين. هذه طلعت بدها سيرج، يعني الحلا مكلف يا جماعة. ما تستهينوا بالمكونات، تابعوا الفيديو للنهاية وشوفوا ايش راح يطلع الحلا. واخيرا صار الحلا جاهز معكم. زي ما انتم شايفين كرات الشوكولاتة بالحلا المكثف اللي عملناه معكم بالشاف. حطينا الشعرية ودمجناها كورناها بالحلا المكثف، وبعد هيك عملناها كرات الشوكولاتة وحطينا الفستق على الوجه، وعملنا صوص شوكولاتة وحطيناه على جنب ورشينا الوجه. طبعا هذا حلا ملوكي في غزة بسبب انه مكلف زي ما انتم شفتوا، سكر سيرج وحليب وشعرية وفستق، فهذه المكونات كتير كتير غالية في غزة. بعد هيك اخدنا الحلا ورحنا قعدنا بين الشجرات زي ما انتم شايفين، وعملنا كاسة قهوة. كاسة قهوة بالحمص، طبعا ما تفكروا قهوة أصلية، قهوة بالحمص. وقعدنا وتسلينا وتخرفنا وغيرنا جو من قلب الخيمة. وإذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك بالقناة والتعليق على الفيديو لحتى يصل لأكبر عدد. وإذا كنت زائر جديد على القناة أتمنى تفوت على باقي الفيديوهات وتشاهدهم حتى نقدر نحقق الربح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، شكرا على المتابعة.